السلام عليكم. أنا محمد هاشم، أعمل كطباخ وأعيش في سويسرا. أمي هي سعادتي وجنتي وبسمتي. الزربيان أكثر طبخة تذكرني بأمي. نقل البصل ونحتفظ بالزيت. أخذت بهارات مطحونة لأنه كده ولا كده لازم ينطحن. نحمص البهارات بدون زيت. ناخد زيت البصل عشان نحمر فيه الدجاج والبطاط. طبعا البطاط مسلوق نص استواء. الزربيان هو البرياني بس بطريقة أهل عدن، عشان كده يسموه زربيان عدني. والشاي العدني هو نفسه شاي الكرك بس بطريقة عدنية. في معلوم حبيبي، ونضيف الزعفران والبهارات المطحونة والفلفل الأسود والبصل المقلي وكوب ماء والثوم وكوب زبادي، ونغطيهم ونتركهم لمن ينقحوا شوية. والآن نجهز صباغ الزربيان الأصفر والأحمر. أنا كان عندي السائل متوفر، أنتوا استخدموا اللي يكون عندكم. نسلق الرز هنا نص استواء. معانا هنا ماء، أضفنا له ملعقة ملح، شوية قرفة وهيل وكمون وكزبرة. نحط الرز فوق الصوص، نحط الصب